يا مساء الحياة، اليوم سويت ألذ مكبوس دجاج كويتي، لكن ترى فيه لمسات من عندي. في البداية أول شي هني سويت غسلت الدجاجة بالماي والخل والملح، وبعدها حطيتها على طنجرة وشليت منها الزفرة أو الرغوة، وبعدين هني حطيت معاي الخضار والبهارات الحب. كل البهارات الحب اللي موجودة عندكم حطوه، من سواء ورق غار، من فلفل، من هيل، من كمون، من قرفة، فلفل أحمر، وبصل وثوم وجزر. وبعدها هني خليته 25 دقيقة وسويت معاي الحشو. طبعا عبارة عن بصل ونخي، والبهارات حطيت عليه هيل وكمون، ومعاي ليمون يابس مطحون، وملح، وفلفل أسود. بعدها خليتها مرة على نار هادية وبنت عنها، ورحت أسوي معاي العيش. واستبلت الدجاج عشان أدخلها الفرن وأشغل عليها من فوق للتحمير فقط. هذا بعد 25 دقيقة. هذه الدجاجة وملحتهم قبل لا أشيل الدجاجة، وطبعا شليت كل الموجود في الماي وخليتهم صحن الفرن. ولو عبارة التتبيلة زيت زيتون وماي ورد وقرفة وكمون شوي، ومعاي الليمون اليابس. تقريبا حطيت كل اللي حطيته في الحشو، حطيت معاي هني في تتبيلة الدجاج. وبعدين قبل لا أدخل الدجاجة سويت له شوية صبيغة مع زيت زيتون. دخلت الدجاجة لتحميرها فقط لأن هي ناضجة معانا. وهنا طبعا حطيت معاي في العيش بعد ما انتهى كبست على الماي. طبعا بعد ما خلص حطيت الماي ورد والكمون عفوا الهيل والزعفران والصبيغة والحشو اللي معاي. وبعدين هذا كان قبل الانقراض ألذ كبسة، اللي هي كبسة كويتية سويتها بيديني. أريدكم تجربوها، قولوا له تجربتكم وبس، والعافية علينا وعليكم إن شاء الله.